السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ تتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم نهار جديد وفلوق جديد وروتين جديد وفيديو جديد كذلك نشارك معكم. لا دخلتوا عجبكم المحتوى ما تنسونيش باللايك اكيد، وما تنسوش من الاشتراك في القناه ديالي. ودابا البنات نبدا معكم نهاري كما تتشاهدوا البنات بعد ما جمعت الدار وساليت. غادي اول حاجه البنات هو الغديوه، لان ضروري اللي عندهم الوليدات خاصهم باش يمشيو للمدرسه الغديوه خاصها تكون واجده. هانتوما البنات راني جمعت الكوزينه وساليت، وغادي ندير اليوم العدس. البنات العدس راه مفيد للوليدات. وغديوتي راني وجدتها وقاديتها، ودابا غادي ندوز نسيق الدار من الفوق للتحت ان شاء الله. كما تتشاهدوا البنات راني بديت دابا الروتين ديالي في التسياق. راني ما نعاودش لكم البنات، تغدت على نيت واحد الغدا يدرا 15 يوم هذه عمرني قصت الدروج. وهانتوما البنات واخا كيبقاو ليا نقيين ما حتىش ما كاينش عندنا يعني كثره هذا مثلا الوليدات اللي كانوا مثلا هكا وماليتيهم. انا ولدي بوحديته هو اللي تيجي صراحه هادشي ما كان البنات، وتندوز معايا على دوك الضرابز راه ما تيصديو ما والو، راه مع تاع اينوكس راه ما تيتصديوش حتى هما مع الايدين، وداكشي ضروري حتى هما دوزي معاهم هكا حتى هما شبيكه ولا هكا شطابه. وانتم البنات كملت السلم الاول تاع الدار الفوق راني حيدتو نشفتو عليا. دابا داك الدار اللي شاركت معكم اللي فيها البيت نعاس ديالي راه هو داك الحمام ديالها حتى هو راه مازال ما مصلوحش كما تتشاهدوا. راني غادي نبدا نعمر من تماك، يعني كل ما نقدرش يعني نطلع حتى الفوق ونعمر راكم عارفين. انا وتدروج غيتربجوا لك داك اللي نشفت. وما تنساوش واخا الناس اللي تقول لك لا انا ما عنديش مثلا الفايونس داك الشيء، راه ممكن من البساطه من اي شيء بسيط يكون انقى. والتاويل البنات لان نقاو التاويل ما عندوش يعني شي حاجه خاص ضروري يكون شي حاجه معينه. هادشي ما كان البنات راه عاد سالي الدروج نشفتهم. دابا صافي هوت السفلي صافي عليه نكمل نصيق معايا الدار راه خاويه. الفراش كامل هانتوما نشارككم معكم كامل مهزوز. كانت عندنا واحد المناسبه داكشي علاش هزيناه داكشي علاش، وصبنت الطلامات وكلشي ومخاد وداكشي وجمعته. قلت قرب ان شاء الله العيد الكبير غيجيو خوتي ان شاء الله يتجمعوا وان شاء الله يجيبهم على خير. داكشي علاش قلت انا ان شاء الله نفرشها. دابا ما كاين لا شمس مسدوده وغتجمع الغبره راكم عارفين. دابا راني ساداها. المهم الدار فيها غير بيت نعاس تاع الوالده والوالد انا نشارك معاكم. صافي نسيقها راه دغيا راه نقيه ونكمل الدروج التحتانيين والحمام. وهاني كملت معاكم وبقاو معايا ما تمشيو فين. والبنات الحبوبات ديالي الغزالات ديالي اللي دائما تيشجعوني مشكورين من هنا. تنهدي لكم هاد الوريضات اللي دايراهم انا هنا في هاد الخامات تاع الصالونات. ايوا تنهدي لكم هاد الوريضات زويونين، الوريضات ديولي والكبيدات ديولي. المهم البنات غادي نمسح هذوك الخامات تاع الصاله وندوز مسيحه على داك الشراجم. وهنا البنات راكم كي تتشاهدوا الصالونات راه هزاهم كلشي مهزوز البنات. وهادشي ما كان بعد ما نمسح الغبره هي الاولى. عاد غادي ان شاء الله انا بالغبره كامله غادي ندوز. عندهم الحمام راه باقي داك الدروج لتحت هما اللي بقاو صراحه، هما اللي بقاو ليا. ان شاء الله غنهبط التسيقه من الدار ونهبط من الحمام ونهبطها لتحت. والبيت نعاس تاع الوالده والوالد كما تتشاهدوا راه هو حالته مرون. غنمسح ليه الشراجم ديالو ونضرب عليه واحد التخميله كما تتشاهدوا. ودابا غنبدا نبرد غدايدي في الدار بالحكان. صراحه ما فيهاش شي حاجه غير الغبره. وراه خدكم شويه مسودنا راكم عارفين انا عزيز عليا نقاو التاويل وداكشي ما نعاودش ليكم. ايوا من هو صراحه كي قالت ماما من نهار اللي جيت رحمه الله دخلت عليا قالت لي انا قلت لها الناس ماما تيديروا على الطلاق ولا انت تفرحي؟ قال لك رب ضارات نافعه كما قلت لكم، والخير فيما اختار الله، وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وهادشي اللي كاين البنات. هانتوما تتشوفوا راني نشف الدار صافي ساليت حيات عليا البيت نعاس تاع الوالده الوالد توا نقيتو. بالنسبه للبنات هذا الحافه نهار اللي تزوجات اختي مع كانت تسكن بوحدها بحكم العمل ديالها داكشي علاش نهار اللي تزوجات عطاتها لي لولدي. ان شاء الله البنات نهار اللي ندير نقاد بيت نعاس ديالنا انا وياه راه غادي ندير ليه هاد الحافه. ومثلا تقولوا لي علاش فاطمه الزهراء
ما تنعسيش في الدار، ما ولدك من الاحسن ليك تماك من الضجيج. البنات راه الصالونات ملي تيتسرحوا هكا تيجي يعني عندنا حنا نسابنا عائلاتنا ولا شي حاجه، ما جاش تحطي لحافتك ولا فراشك وداك الشيء راه في وسط الصالون، ما جاتش لا جا شي واحد هكا على غفله يلقاك يعني ناعسه تماك شويه. ما انا قلت تماك ما تيطلع حتى واحد غير لينا فين تناكلوا داك الشيء مستوره احسن ليا. هادشي مكان البنات. وبالنسبه التلفازه ما فيهاش الويفي اللي كاين هنا، والوليد عندي تيموت على داك الرسوم اللي في اليوتيوب. ما تلقاهمش مثلا في البارابور، في دوك القنوات تاع البارابور ما كاينينش. عرفتوا دابا كلشي ولا على اليوتيوب، الوليدات كاملين تيبغوا داكشي تاع اليوتيوب، يعني التلفازه بعيده عليه. ايوا هادشي مكان البنات. ها هو البيت نعاس تاع الوالده والوالد بعد ما ضربتها لي بديك التخميله اللي فعلت هكا. هادشي دائما دعواتهم معايا ودائما رضاهم معايا، مفرجني ومغطيني. هادشي اللي كاين البنات. وحتى نتوما راكم الله يخلي لكم والديكم ومعز عليكم يا ربي. وانتم تتشاهدوا دابا راه الحمام ندوز دابا الحمام نشاركوا معاكم كما تتشاهدوا. راه ضربت لي حكه بداك الشبيكه ديالو وفرشت لي نشفت وفرشت لي الطابيات ديالو. وها نتوما ولا الدار تتلمع تتشقشق، والمساند الرسمي دائما معايا الصبيبيط تاع الميكا اللي تسهل عليا الحركه. ودابا البنات نهبط الريدويات تاع الدار صافي ونخليها هكا بعد ما نشفات وداكشي صافي. غنسدها البنات بعد ما بردت فيها نيت الخطيط ديالي اليوم البنات. وداك القويسه حتى هي راني جبتها وجبت بلا والي داكشي اللي فيها تاع الصبابط وداك التخربيق تا هو مسحته رديته وصافي. مسح الدراباز. وهنا الصوره ما عرفتهاش واش تصورتوا ليا ما ديتهاش فيها، المهم معليش بغيت غير تشوفوا الدروج راني صافي كملتهم وحطيت دوك السناديلات ديالهم. طلعت سخفت صراحه من داك تسيق الدروج، والله الدروج راه تيهدوا. واش نقول لكم انا راه ما تنسيقهمش دائما البنات. هذا المئناج العميق راه تنديرو مره في 15 يوم. وملي تنكون عواله هكا مثلا نمشي للحمام ولا شي حاجه تنحيد عليا داك الدروج. ولكن كل دار مثلا هنا هاد الفوق كاين السطح تنحيدوا عليا اليوم مثلا نحيد عليا السطح نسيقهم نهار الاخر. نهار الاخر تنشطب داك الدار اللي وريتكم حتى هي الغد ليه تنهود ليا التسيقه كامله ونهودها معايا مع الدار السفليه وصافي يهود الماء مع الدروج لتحت. هذا هو البروغرام البنات اللي انا دايره ماشي معايا مزيان. ما ديروش كلشي البنات في مره راه ما تسيكلوا والو. انا بحال اليوم صابحه ليا الدار نقيه داكشي هانتوما كما شاهدتوا قاديت غديوتي وكلشي راه ما باقا علين. ولدي دابا غادي يجي نغديه وصافي. ودابا غادي نعجن واحد الرغيفات. راه ولد جيراني مشى يجيب ليا بيضه ما لقيتش البيض قاده راني مسخرت ومشى يجيب ليا بيضه نشارك معكم واحد الرغيفات. ها هما زوينين كتديرهم لينا الوالده تديرهم لينا في الاعياد. فيهم غير دقيق الفورس. ها هو راني غربلته وواحد شويه الزيت واحد نص كاس ل 4 كاس وشويه الزبده وهذا والسكر على حسب الذوق وبيضه وشويه الملح. هادشي اللي كاين البنات. ونعجنهم بحال المسمن عجينه المسمن. ونخليهم البنات نخليهم هكا ترتاح. عارفين العجينه الرغيف او المسمن كامله تبغي ترتاح. عاد ندوز البنات ان شاء الله نغديو. ولدي راه ما بقى عليه يجي نغديه ونشارك معكم ان شاء الله. يمشي ونشارك معكم الرغيفات ما نطيبهم. ايوا صافي البنات وكملوا معايا ان شاء الله الروتين ديالي تاع اليوم باقي. والبنات اللي قالوا لي راكي تطولي شويه الفيديو سمحوا لي بزاف البنات سمحوا لي. المهم راني غير تنبغي نشارك معكم كلشي نهاري كامل باللي دي طاي. ما تنبغي نخزن عليكم البنات والو. هادشي اللي كاين صراحه. والمهم اش نقول لكم بقاو معايا ان شاء الله. راه باقي النهار في الاول ديالو باقي ان شاء الله. المهم نحاول نختصر لكم شي حوايج نشاركهم معاكم. ايوا هادشي اللي كان البنات صراحه. اليوم ملي جايه اختي يعني مرحبا بها والف مرحبا. وحتى اللي بغى اي واحد بغى يجي عندي مرحبا به تنقول لكم من هنا. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. غندوز باش نوجد هاد نخليهم يطرخاو بحال عجينه المسمن وصافي البنات. ومن بعد تسناو واش نقول لكم شي حاجه نسات عليا ودير بالله مشيت للراجيم. المهم الحمام البنات انا ما مشيت لي اليوم نمشي لي غدا بعد غدا. انا عاد دوشت غير حيتاش ما حكيتش قلت نمشي زعما نحك في الحمام. ايوا صافي البنات هادشي ما كان.
وهذا هو الروتين ديالي. وراني سخفت الصراحه، وما نصحكمش الدروج كل نهار ولا كل يومين ولا 3 ايام. خليهم انا باش تيبقاو ليا نقيين وزويونين وهكاك نقيين. تنحط لهم صنيدلات تاع الدار اللي بغى يطلع هكا تيحط صنيدلاتو. هادو تندوي عليهم مالين دارنا، بحال الوالد دايره لي صنيدله فم الدار قريقيبه. الوالده ديالي ديال ولدي باي نطيفتو فم الدار. اما البراني راه ماشي مشكل، احنا التراب تاع رجلي راه يجي يطلع ماشي مشكل. ما جاش تقولوا لي وحيد صباطك فم الباب. بحال واحد السيده جا المعلم قالت لي حيد صباطك فم الباب، مشاو خليها بغيتو بلا البارابور مشاو خليها. المهم هادشي اللي كاين غير مالين وليداتك وداكشي علميهم. هاد القضيه راه دار بحال الجامع، ضروري خاصها تكون نقيه صراحه. دابا الراحه النفسيه تنحس بها وكلشي مجموع وهداك. ايوا هادشي ما كان واني معاكم ان شاء الله. يلا ما تمشيو فين ما تزابيوش. وهنا البنات راني عاد جا وليدي من المدرسه، حطيت ليه الغديوه ديالو باش يتغدى. ايوا هو تيقول لكم ديروا لماما لايك وباش يرجع ان شاء الله مع الجوج. وفي الاثناء البنات راه كيف صيفط ولدي للمدرسه كيف نطلت هاد العجينه لقيتها صراحه تلقات معايا ترخات، يعني تغيط تعطيك الطوع. والمهم البنات نسرح هكاك في الخامه نديرها غير كيف تديروا المسمن عادي جدا. صافي البنات هي تنقليو المسمن تنطيبوه في المخله وهذه تنقليوهم وتنحطهم يتسخطروا شويه هكا من داك الزيت. صراحه هاد الايامات كثرت من الزيت، الوالد قهر يجري عليا وفرتها لي على الزيت. المهم معليش في حق اختي كلشي هون. صراحه جربوهم راه تيجي زويونين وما تندموش عليهم البنات. ودابا البنات راه عاد جات اختي جات ديريكتومون مع هاد البريري تاع اتاي وهاد الرغيفات. هانتوما البنات صراحه هانتوما سمعت القرميشه راه ديجا مقرمشين. هانتوما شوفوا البنات، هانتوما خواتاتي العزاز الكبيدات ديالي راه تيجيو صراحه غزالين. هانتوما سمعت القرميشه سمعوا يجيو فنين. والبريري تاع اتاي ديالنا ها هو مشى يحرم على حقو طريقو. ودابا ما بقى والو، الولدي غيجي ان شاء الله من المدرسه ونديرو ان شاء الله الكسكروت مجموعين. وهادشي ما كان البنات. وتنتمنى هاد الرغيفات يعجبوكم وتجربوهم علاش لا، راهم تيجوا زوينين. ودابا البنات غنشارك معكم هاد المشروب ديالي اللي تنديرو هكا من وراء العشاء ولا من وراء الكوتي، المهم من وراء الوجبات. هذا المشروب السحري اللي صراحه اللي فادني بزاف بزاف، وخصوصا الناس اللي تتعاني من اللي تجيهم ديك الذبحه الصدريه، والناس اللي تتعاني من الكوليسترول ها هو مكتوب نيت هنا، والناس اللي عندها هكا الاكتئاب ولا القولون العصبي. مهم هذا المشروب السحري اللي هو الخل التفاح. اكيد تقلبوا عليه في الانترنت وغادي تشكروني عليه وغادي تمشوا ديريكتو مع العطار تاخذوه. راه صراحه اللي هو كنز رباني هذا خل التفاح غزال ما شاء الله. وانتم البنات راني تندير كويس من بعد ما ساليت ومشات اختي وداك الشيء وحيت عليا المعاناه. تنتمتع بهذا المشروب اللي صراحه مذاقو اللي تقول لك لا خل التفاحه ما دير فاعل تارك، راه فحال درتي العسل الحر في الميها دافيه. هذا المشروب صراحه البنات لا نفعني بزاف حتى في خساره وزني. راكم عارفين الدواء تاع الاعصاب بصفه عامه تزيد الوزن بزاف. انا من 70 كيلو، الناس اللي كتعرفني راني رقيقه توليت فيا 100 وزياده. ومؤخرا 10 ايام هذه عبرتني الطبيبه في الميزان لقات فيا 89 كيلو اللي ما شاء الله في خلال ظرف قصير. ولكن ماشي غير خل التفاح بوحديته، خل التفاح مع شويه الريجيم. ماشي نقول لكم الريجيم داك القاسي بمره، لا البنات تناكل. انا تنحاول ندير الخبز كومبلي يعني بالدقيق الكامل، تنحاول نبعد بالمقليات بحال قبيله راه كليت غير وحيده تاع الرغيفه. تنحاول نبعد يعني من الزيوت المهدرجه، تنبعد من السكريات بحال كلا درت عسيله مثلا بحال داك الرغيف فيهم شويه العسل شربت اتاي مسوس يعني بحال هكا. مهم يعني شويه الريجيم. السكريات بصفه عامه راكم عارفينها راه مضره للذات، وضروري البنات من الريجيم. ودابا البنات راني قادت بلايصه انا وليدي ودوزتو هكا يعني باش ينعس ان شاء الله باش يفيق بكري المدرسه. راه تيفيق بكري المدرسه. ايوا هادشي مكان حاولوا وليداتكم تنعسوهم بكري باش حتى هما ياخذوا داك الطاقه ديالهم خلال النهار كامل. وهادشي مكان البنات. ايوا ها هو احمد كي قال هذاك والميطه ديالو العزيزه.
وهنا البنات راه بعد ما نعس ولدي راني هبط دابا لتحت باش ما نصدعوش ما حدو ناعس. باش نقول لكم صراحه بغيت يعني نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان لدعمكم لي في قناتي ولتشجيعكم ليا وتحفيزكم لقناتي باش نزيد دائما القدام. شكرا لكم بزاف بزاف اخوتي خواتاتي وحتى الميمات ديولي حتى هما راه يتفرجوا فيا. هادشي اللي كاين البنات وهادشي اللي بغيت نقول. وحتى زعما صراحه التحفيز لكم ليا خلاني نحاول نعطي اكثر واكثر. وخصوصا ان تتعرفوا انا القناه يعني درتها باش ان شاء الله يعني نعاون بها راسي ونعاون بها وليدي. كما تتعرفوا معاناه المراه المطلقه في البلاد ديالنا ما ساهلاش وهادشي ما كان البنات. والشكر الجزيل الناس اللي دخلوا عندي جداد للقناه ديالي والناس اللي داروا لي التعاليق الزوينين تنشكرهم بزاف بزاف من هذا المنبر. وتنشكر الناس اللي يعطوني دوك التعاليق الايجابيه صراحه اللي تحفزوني باش دائما نبقى نعطي محتوى زوين ومحترم لانكم فعلا تستحقون ذلك. وهادشي ما كان البنات وعافاكم ابوناو معايا ديروا لي الاشتراك وديروا لي تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد واللايكات ديالكم والبارطاج البنات عافاكم ما تنساوش فضلا وليس امرا بطبيعه الحال. وهادشي ما كان والله يسهل عليكم ويخلي لكم معز عليكم العزيز عليكم والناس كاع اللي عاونتني وشجعتني صراحه انا بيت ربي وهاد الايامات المباركه عند الله سبحانه وتعالى بيت لها قصر في الجنه يا رب. والله القسم يعني تندعي معكم في الغيب خصوصا ان دعوه الغريب مستجابه. والله كاع الناس اللي تتفرحني تندعي معاها في الغيب في كل صلاه فما تنهز ايدي للسما. والله يعني البنات صراحه والله القسم لا فرحتوني بزاف بزاف بالتشجيع ديالكم ليا ويا رب يجعلني خيرا مما يظنون. وهادشي ما كان البنات واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتنضرب لكم ان شاء الله موعد مع فيديو قادم ان شاء الله وروتين جديد. ومهم انا اي حاجه ما نخباش على خوتي خواتاتي اللي مساكن دعموني وشجعوني ما كاينش شي حاجه اللي نخبى عليهم دائما نشارك معاهم التفاصيل اليوميه ديالي وشنو ندير وهذا ويعني الروتين ديالي. هادشي ما كان البنات وفي امان الله مع السلامه. تنبغيكم بزاف بزاف. باي باي عليكم.